بسم الله وعلى بركة الله. رمضان مبارك كريم، الله يدخل عليكم بالصحة والعافية والمغفرة، واللهم تقبل منا صالح الأعمال. اليوم حبيت نشارك معكم التمر معمر بطريقة جميلة جدا. حتى الأطفال ديالكم إذا ما كانش كيعجبهم التمر ما يحب هادي يحبوه بهذه الطريقة هادي، وكذلك تقدروا إذا زاركم شي واحد جا واخا صايم تعطيوه بهذه الطريقة هادي، يديها معاه يدعي معاكم ومزيونة، طريقة مزيونة. تبداو تذوقوا كذلك، تعملوا واحد القطيب هكذا ديال التمر وت تذوقوا به الناس، كيجي مزيون، كيجي تعملوه في رمضان مزيون بواحد الطريقة اللي جميلة جدا. اللي غنحتاجوه بحال اللي كنعرفوا دائما بعدا التمر ضروري منه في رمضان، سواء تمر عادي ولا معمر ولا ماشي معمر، مهم ضروري خصنا من التمر في رمضان. واش نجيب التمر ديالي؟ اي تمر عندكم، كان المجهول ولا المعروف ولا التمر العادي. المهم ماشي ضروري يكون التمر غالي ولا ناعمة، التمر العادي ملي يكون المجهول نعملو المجهول، ما دام عندنا هذا نعملو هذا. ضروري ما تمسحوه بالمزهر، التمر كامل قبل ما ناكلوه خصنا نمسحوه اما بالماء اما بالمزهر. دائما تعودنا اننا نمسحوه بالمزهر باش كيعطي واحد المذاق زوين في الفم، وكذلك تقدر تاكلو كيجي مزيون بزاف. نمسحوه ونفتحوه نزولوا له العظام ونزولوا له الجلده اللي كتكون داخل، ضروري منه صافي. ونعمروه بالكركاع باكاجو بايش ما قدرتوا تعمروه، باللوز داكشي اللي متوفر عندكم، حتى الكاكاو كاوكاو اذا بغيتوا تعملوه عملوه، ماشي مشكله. المهم تعمروا التمر ديالكم بهذه الطريقه هذه، بحال قلت لكم انا نمسحوه مزيان بالماء والزهر بشكل نكس ولا سربيته ولا اللي بغيتو، ونفتحو ونعمرو وماش نعملوه بواحد الطريقه زوينه بحال اللي قلت لكم. حتى ولاد الاطفال ديالكم بغاو يهديو الاساس ديالهم، ولا كذلك يجي عندكم شي واحد والضيوف تعطيوها لهم هكذا يخرجوا في يدهم ديك التميرات يجيو مزيونين بزاف، وعاد كيجيو مغطيين بالبلاستيك وداكشي، يعني ماشي عريانين. طريقه زوينه للتوزيعات ديال رمضان، لان حتى رمضان فيه توزيعات. عجبتني هذه الطريقه وحبيت نشاركها معكم، علاش لا. بحال قلت لكم شفتحوا التمر ديالنا بحال اللي كتشوفوا معايا، ونقيوها وندوزو نعمروه مزيان. حتى اذا بغيتو تمسحوه من الداخل كذلك بالماء والزهر مسحوه، ما كيوقع له حتى شي حاجه، بالعكس كيطول مده طويله. وعاد بحال اللي قلت لكم هو مغطي بالبلاستيك، يعني ما تخافوش عليه انه يفسد ولا شي حاجه. كنتمنى ان شاء الله هذا رمضان يدخل عليكم بالصحه والعافيه والمغفره، واللي في قلبه شي حاجه الله يعطيها له. كنتمنى يكون رمضان الخير للجميع. وفحال اللي كنعرفوا بلي رمضان في اوروبا راه فحال رمضان في المغرب، يعني ما كاينش شي فرق، بالعكس حنا كنعملوا الاجواء هنايا، كنعملوا شنو حاجه وحده اللي هنايا زايدين أننا كنوضو بكري بزاف، يعني كتسحر صافي كتبقى فايقة. والمشكل ديال المغرب كدير معطلة، يعني ما عندناش أوقات النوم كافية، ولكن واخا شهر واحد وماشي يدوز نصبروا ما عندنا ما نعملوا. دازوا علينا رمضان كتار من هكذا، رمضان الصيف والحرارة، وكنا كنصبروا وكيدوز الحمد لله بالرفق، وربي كينزل علينا الصبر ديالو والسكينة. يعني رمضان كيجي وكيجي معاه بزاف ديال الحاجات ديال الميزات والتصيفات، كتنزل علينا الرحمة في القلوب ديالنا. سبحان الله، رمضان عنده واحد الروحانية، عنده واحد في شكل الصراحة الله أنا كنحس بها، وكنتمنى من كل قلبي يدوز هاد رمضان وقد تحقق حلم الجميع. ادعيو كثروا من الدعوات، قراو القرآن وصلوا على النبي واستغفروا، وإن شاء الله ربي كبير وربي قادر يحقق المعجزات. هنا باش نعمرو بالكركاع فحال شفتو واللوز، باش نعملو واحد الكركاع نص كركاعه واللوز، لان التمر هذا صغير. يعني بحال قلت لكم هذا ماشي المجهول داك الكبير، كيكون هذاك تمره واحده كافيه. وما كاينين طرق ديال التعمار ديال التمر عادي، اذا كاين اللي كيعمل ديك التمر معجون، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد وكيفاش كيعمل. يعني اخترت انني نعمل ثلاثه، لان هادو ستيتوين هنعملو في البالوس هكذا، هاد العواد ديال الشوا نعمل فيهم ثلاثه هكذا. ونجيب هاد البلاستيكات هادو عندي، طلبوهم من شي ولا من ما بغيتو كيتباعوا. كنعمل فيهم بزاف ديال التوزيعات، صلحوا لي بزاف. هاد الباكيه فيها 500 بلاستيكه، راه ما تبقى معكم مده طويله فيما تعادلوا التوزيع عند عيد ميلاد ولا اي حاجه. هاد البلاستيكات هادو كينفعوا الصراحه الله. وصافي عملوهم هكذا في وسط البلاستيكه وشدوهم هكذا، ربطوهم اما بالسينطا ولا القنبه ولا بايش ما بغيتو. المنظر ديالهم كيجي زوين. صراحه الله انا عجبوني الطريقه ديالهم. وفي نفس الوقت تا عطيتهم من شي واحد هكذا
ملي يجي عندك يزورك ما يخرجش بيدو خاوي. كترد له الزياره هكذا في رمضان. كنعرفوا كيجيو الاقارب كيجيو الناس باش يباركوا الشهر الفضيل، خصوصا بالنهار كيكونوا الناس صايمين، يعني ما كتقدرش تقدم لهم شي حاجه، قدموا لهم هاد التميرات هكذا ملي يمشيو يديوهم في يدهم. صراحه الله فكره زوينه وعجبتني، وعلاش لا نعملوهم كذلك الافطار اذا كنا مش نعملوا حملات التبرع. الناس اللي كتتبرع كتفطر الصائم عندهم الاجر كتير صراحة الله. علاش لأ ما يعملوهمش هكذا بهاد الطريقة هادي ويقدموهم للناس. مزيونين بزاف. بحال اللي قلت لكم حتى الأطفال ديالكم إذا شافوهم بهاد الطريقة هادي مشي تشجعوا وياكلوهم. شوفوا كيفاش كيجيو مزيونين بزاف وبحال اللي قلت لكم قدموهم كتوزيعات هكذا. ملي يجي عندكم شي واحد ما تردوهش بيدو خاوي. صافي باش نعدل هنا باش نكمل الكمية اللي باقا لي ونعمرو وماش نعملو في ديك الصندوقة اللي كنت عدّيت معكم مرة أخرى. عملت فيها الهلال د المرايا والنجيمات ديال المرايا حتى هما، باش نعملها فيها ونخليهم في البوفي ديال رمضان. كنت شاركت معكم البوفي ديال رمضان ووريتكم، وباقي إن شاء الله نبدّل عاوتاني بحال اللي كتعرفوني أنا كنمل دغيا. باش نبدل له عاوتاني داك الديكور ديالو ونصور لكم ان شاء الله. وتا هذا التمر ماشي يكون في ديك البوفي اللي جاي يطلل عليك اولادي يهز وحده قبل ما يمشي. فكره زوينه علاش لا ما تعملوهاش. مشجعه وفي نفس الوقت على قلت لكم شي حاجه اللي هي راقيه. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الفكرة والأفكار اللي كنقدم لكم في القناة ديالي، وما تنساوش تشجعوني. محتاجة منكم الدعم باش نقدر نستمر في هذه القناة، لأن صراحة الله بدات كتبان لي أنني نحبس فيها، لأن التفاعل فيها قليل جدا. على داكشي ما عرفت أن نحاول نعطي فرصة لراسي، نعطي فرصة حتى للمشاهدين ديالي اللي كيشوفوا القناة، وإن شاء الله يا ربي إذا ما زادتش طلعت لي. للأسف الشديد ما نقدرش نستمر فيها بهذه الطريقة دي لأن ضياع للوقت فقط. يعني كنقدم لكم أفكار زوينة، كنقدم الحاجات اللي كنعدل أنا في الدار ديالي، ولكن ما كنلقاش التفاعل للأسف الشديد. كنتمنى منكم مزيد من الدعم، وإن شاء الله يا ربي الأيام القادمة أقدم لكم أفكار أخرى. فقط خصني غير المحفز، وإن شاء الله يا ربي الله عاوننا كاملين بينا، واللي في قلبه شي حاجة الله يعطيها له في هاد العواشر هادي وهاد رمضان. الدعاء كيكون مستجب. كل نهار دعيو دعوة، لأن للمسلم كل نهار كتستجب له دعوة. كثروا من الدعاء ديالكم في الأوقات بين الصلوات وبين قبل الإفطار. علاش لأ، وإن شاء الله ربي يستجب. هنا باش نعملهم هنايا في هاد الصندوقة بحال اللي كتشوفوا معايا، اللي كنت عملت فيها ديك شخصيات رمضان جاو مزيونين مع التمر. وماش نخليها في البوفي ديالي تاني إن شاء الله يا ربي اللي جا عندي يطلل نعطيها له. شفتوا كيفاش غرستهم هنايا في ديك الفرشي جاو مزيونين مع شخصيات رمضان. وشويه د الحلويات توبا توب تا ودا جاو الاطفال الصغار تقدروا تعطيوهم ديك توبا توب. علاش لا، اي حاجه فيها صدقه، حاجه صغيره تقدر تفرح الطفل، حاجه بحال هكذا بحال التمر تفرح حتى الكبير. علاش لا اللي ما نعملوش هاد البادره هادي وفي بادره زوينه، وتقدروا ما تعملوش في هاد الصندوق هكذا، تعملوهم شي فاز هكذا ولا شي كويس وتخليوهم منزلين اللي جا عندك تعطيها له. كنتمنى تكون عجبتكم الفكره، وإن شاء الله نتلاقاو في عمل قادم ورمضان مبارك كريم. كنتمنى يكون هذا رمضان رمضان الخير والأمل والفرح للجميع، واللي في قلبه شي حاجة الله يعطيها له.